حرانة زي حالاتي ومفرهدة ومش طايقة تقفي في المطبخ، يبقى الوصفة دي ليكي. تعالي اعملي معايا احلى اكلة في 5 دقايق هتخلصيها وعيالك هيعشقوها. الجو الحر ده مفيش احلى من وصفه حلوه تتعمل بسرعه وطعمها يجنن. معايا هنا 300 جرام من البانيه زي ما انتم شايفين كده. بعد ما شطفته وظبطته من الليمون حطيت له بقى البهارات، ملح وفلفل اسمر وبهارات كاري وكركم وكمان توم بودره وبصل بودره. البهارات بصوا اللي تحبوها اللي موجوده عندكم في بيوتكم تبلوا بيها. ركناها على جنب وبعد كده هنعمل الرز المبهر بتاعنا. حله على النار حطيت فيها معلقه من السكر كرملتها ونزلت عليها ببصلايه متقطعه حتت صغيره، ولما دبلتها نزلت عليها بجزر مبشور وكمان بقلبه كده كام تقليبه علشان يدبل معانا، ونزلت بمعلقه من الملح، معلقه صغيره، وبعد كده هنحط الملح تاني في الاخر عشان نظبط الطعم. هنقلب كل الكلام ده كله مع بعضه زي ما انتم شايفين كده. مهم قوي ان احنا ندبلهم كده قبل ما نحط الرز. بعد كده هنزل بمعلقه كبيره من الصلصه، والصلصه دي معموله في البيت وحلوه جدا جدا. نزلت بعد كده بالرز المغسول، وطبعا 3 كوبايات رز عليهم 3 كوبايات ميه، رز المصري، ونزلت بقى بكاري وكركم وفلفل اسمر وكمان بابريكا معلقه حلوه كده محترمه، وهنزل بالميه بتاعتي وبعد كده هقلب كده كام تقليبه. حسيت انه محتاج ملح ظبطت كده بمعلقه من الملح، وهسيب الكلام ده كله موارب مش هغطيه خالص. بعد ما يتشرب من السوائل بتاعته هركنه على جنب على نار هاديه يعيش حياته. عندي هنا بقى البوله بتاعتي، وهنرجع للبانيه. البوله بتاعتي فيها كوبايه من الدقيق، عليها 3-4 معالق كبار من النشا، وهنزل عليهم بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر ونص معلقه صغيره من الملح. قلبتهم ونزلت عليهم بالفراخ البانيه بتاعتي. بعد ما عفرت الفراخ في الدقيق نزلت عليها في الميه الساقعه المتلجه. الميه دي متلجه من الفريزر او من الثلاجه عادي يعني متلجه. بعد كده رجعتهم تاني للدقيق وهكذا. ممكن بقى تعملي الخطوه دي مرتين 3 في قلب قطعه البانيه، وممكن تعمليها مره واحده. طبعا ده السمك اللي انت تحبيه اعملي على قده. تمام. بعد كده الجريلا او طاسه على النار نزلت بمعلقه من الزبده عليها معلقه من الزيت عشان الزبده ما تتحرقش، وبعد كده نزلت بالبانيه بتاعتي. انا بحب اضيف قطعه زبده فوق البانيه عشان تديله طعم حلو تخليه جوسي. مش بقلب البانيه الا لما احس ان هو بدا يدي تحميره كده بسيطه من تحت. تمام. بعد كده بقى بعد ما بيتحمر من تحت بقلبه على الجنب التاني زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، مقرمش من فوق الوش وكمان من جوه جوسي وجميل جدا. انا طبعا ما عنديش خضار او مش عامله خضار، هنزل بقى بالبصلايه كده على النار نفس الطاسه اللي احنا عاملين فيها. بعد البصلايه ما اتدبلت معانا نزلت بشويه من الفلفل، فلفل فيهم قرن فلفل سبايسي كده، ونزلت الطماطم متقطعه حتت صغيره، وبعد كده ملح وفلفل اسمر. لما تدبل معايا الخليط الحلو ده خلاص كده هطفي عليه كده، يعني اكن ايه عملت خضار بالظبط في البيت.